السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات دروس أونلاين. أنا رامي غازي، والنهاردة هنشرح إزاي نسطب برنامج دافينشي ريزولف. والبرنامج ده من البرامج القوية اللي من وجهة نظري الشخصية بتعادل أدوبي بريمير، وهو رقم واحد. البرنامج ده في تصحيح الألوان Color Correction، رهيب جدا في عملية تصحيح الألوان. في بعض اليوتيوبر بيستخدموه ياخد الفيديو يمنتج الصوت على أدوبي أوديشن، بعد كده ياخد الفيديو يعمل له Color Correction تصحيح ألوان على دافينشي ريزولف، وبعد كده ياخد الاتنين يحطهم على أدوبي بريمير ويمنتج ويعمل كل الإيديت اللي هو عاوز يعمله. في ناس بتريح دماغها وتعمل كل ده على برنامج واحد زي كامتازيا أو فيلمورا أو دافينشي ريزولف أو أدوبي بريمير. والنهارده إن شاء الله هشرح لحضراتكم إزاي نسطب برنامج دافينشي ريزولف من على موقع الشركة الرسمي وبدون تفعيل. أولا في نسخة مجانية ونسخة مدفوعة. أولا النسخة المجانية ما تختلفش كتير عن النسخة المدفوعة، يعني هنقول الخصائص يعني قريبة، بس انت كل اللي هتحتاجه في النسخة المجانية هتلاقيها كلها في دافينشي ريزولف. تعالوا بينا علشان ما اطولش على حضراتكم نخش على طول في شرح البرنامج. اهلا بيكم. النهارده هنشرح ازاي نسطب برنامج دافينشي ريزولف. اولا هندخل على المتصفح جوجل، هنكتب دافينشي ريزولف، طلع معايا في محرك البحث. بنخش على اول ويب قدامي بتاع اسمه دافينشي ريزولف 16 بلاك ماجيك ديزاين. اول حاجه بضغط عليها بيدخلني مباشر للموقع الرسمي بتاع الشركه، بيبقى بالشكل ده. طبعا زي ما احنا كده بنقلب كده هو بيشرح لنا ازاي البرنامج ده قوي جدا جدا جدا، بيستخدموه عمالقة المونتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وان هو ازاي بيصحح الألوان الوجه والكولر الكوريكشن بتاعه. بصراحة برنامج رهيب، يعني أقوى من أدوبي بريمير ده من وجهة نظري الشخصية. هنفضل ننزل كده واحنا بننزل كده بيعرفنا على كل حاجة عن البرنامج، وهو كمان هنا البرنامج متوافق مع أجهزة الماك والويندوز واللينكس. هننزل تحت خالص في الآخر خالص بيكتب لي دافينشي ريزولف 16 الأجهزة المتوافق معاها اللي هي السوفت وير وغيره، وقدامي هنا النسخة المجانية والنسخة المدفوعة اللي هي ب $300. طبعا احنا مش محتاجين اصلا النسخة المدفوعة لانها بصراحة هي يعني متقاربة جدا مع النسخة المجانية. يعني النسخة اللي هي بفلوس يعني فيها اختلافات بسيطة او يمكن يكون فيها افكتات كتيرة بس مش اكتر، لكن كل حاجة عن البرنامج المونتير موجودة فين؟ في دافينشي ريزولف. بنضغط على داونلود بيظهر لي رسالة بيقول لي انت ماك ولا ويندوز ولا لينكس. طبعا احنا اكترية الشباب كلهم مستخدمين اجهزة الويندوز، بضغط على ويندوز. طبعا احنا هنا بنملى كل البيانات، الفيرست نيم، وبنكتب هنا الايميل، وبنكتب هنا رقم التليفون، وبنكتب البلد والمدينة، وفي الاخر بقول له داونلود. بيقول لي ثانك يو، هينزل لك البرنامج بالنسخة المضغوطة الويندوز. يقول لي دافينشي ريزولف ويندوز زد اي بي، هينزل لك بالنسخة المضغوط. بطلع بقى خالص من الواجهة ديت وبسيبه يحمل معايا، ولما يحمل هنرجع لحضراتكم من تاني. وبعد ما نزل معايا برنامج دافينشي ريزولف مضغوط بالشكل ده، ولو ما طلعلكش بالشكل ده يبقى انت ما عندكش برنامج الوين وينر، برنامج فك ضغط الملفات، وانا هسيبه لك اسفل الرابط. فانا هضغط عليه كليك يمين واقول له اكستراكت هير. في الكيل الضغط هنا هو بيطول شويه لان البرنامج تقيل شويه، لان البرنامج قوي جدا، يعني بيعادل البريمير ويمكن يكون اقوى من الادوبي بريمير. فبينزل معايا بالشكل ده ايقونة البرنامج، بضغط عليها دبل كليك، بقول له انستول، هسطبه زي يعني كأي برنامج عادي، وبتظهر معايا الواجهة دي بيقول لي ويلكم. بضغط نيكست واروح هنا اقول له اي اكسبت، وبعد كده بيقول لي انت هتحفظ الملف فين، فهتحفظه في السي، فاقول له نيكست، وبعد كده اقول له انستول. بيبدأ يحمل بقى معايا البرنامج، هسيبه براحته خالص لغاية ما يخلص. هي الخطوة ديت بتاخد وقت شوية لانه طبعا بينزل اكتر من يعتبر مجموعة برامج في برنامج واحد، يعني برنامج صوت، تعديل الصوت،
ومونتاج للكالر كوركشن، تعديل الالوان والايديت. لما نفتح البرنامج هوريكم في اكتر من برنامج، في برنامج واحد وهو دافينشي ريزولف. بصراحة البرنامج ده عملاق من عمالقة المونتاج في الولايات المتحدة الامريكية. وبعد ما اخلص بقول له فينيش. انا ضغطت على شو مي ديت بشوف الملف بتاعه، فظهر لي كده ملف وورد كل تفاصيل عن البرنامج، فبقفلها. ده لو انت عاوز تحتفظ بيها. وبتجيلي رسالة بيقول لي تم التثبيت بنجاح. اقول له اوكي، وبينزل معايا البرنامج بالشكل ده، الايقونة ملونة وايقونة رقم 2. الايقونة الملونة اللي هي البرنامج، الايقونة التانية اللي هي ابيض واسود ديت ده السيرفر الخاص بالبرنامج. فانا هدخل على الايقونة الملونة وهضغط عليها دبل كليك، فبيفتح معايا البرنامج بيقول لي ويلكم تو دافينشي ريزولف. فانا هضغط على ويلكم تاور، هدخل على البرنامج فبيظهر لي واجهة البرنامج، فبقول نيكست. بيظهر لي بيقول لي هنا الميديا، لو انت هتحط الميديا دي اول خاصية في البرنامج بضغط نيكست. بيقول لي عندك خاصية رقم 2 واللي هي الايديت، بضغط نيكست. وفي خاصية رقم 3 اللي بنحط عليها التعديلات والإفكتات. ورقم 4 بيقول لك أنت عندك خاصية اللي هي الكالر كوركشن، تعديل الألوان. ورقم 5 عندك الأدوبي اللي هي بديل للأدوبي أوديشن، حاجة جميلة جدا. بيقول لي يعني بيوريني هنا ازاي اعمل تعديلات على كل حاجه. بقول له خامس حاجه بيقول لي الدليفر اللي هو ايه، ان ازاي ارندر الفيديو اللي انا منتجته. بصراحه عملاق من عمالقه المونتاج. فبقول له كويك سيت اب، فظهر لي ايقونتين مهمين جدا جدا. بيقول لي ان البرنامج والسيستم متوافق مع الويندوز بتاعك اللي هو اوبريشن سيستم، ومتوافق مع الشاشة رقم 2 اللي هي ظاهرة قدامي ديت دلوقتي، ان هو متوافق مع الكارت الخاص بتاعك. فبقول له كونتينيو، فبيقول لي انت هتحفظ الحاجة هنا. بقول له كونتينيو. انت عايز استخراج الملفات للبرامج ديت؟ هقول له لا، انا عايزه لدافينشي ريزولف. بعد كده اقول له ستارت، فبيبدأ يفتح معايا وبتظهر معايا واجهة البرنامج. مبروك تم التسطيب بنجاح. البرنامج بيبقى بالشكل ده، واكيد احنا هنشرحه في حلقات جاية وهنشرح واجهة البرنامج. فمديني اول خيار عندي اللي هو الميديا تحت هنا هيت، ان انا احط عليها الفيديوهات. ومديني برنامج تاني اسمه القط، وبرنامج تاني اسمه الايديت ان انا اعدل على الفيديوهات. ومديني الفيشن اللي هو تأثيرات اللي انا هحطها على الفيديو. واهم حاجة الكالر كوركشن، ازاي اخلي الفيديو بصورة طبيعية. وبعد كده برنامج تاني للصوت اللي هو البديل للادوبي اوديشن. وبعد كده الريندر، بعد ما اخلص خالص ازاي اعمل افضل جودة للريندر للفيديو بتاعي. مبروك تم التسطيب بنجاح. ولو عجبك فيديوهاتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.